مساء الخير على الامارات. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بسرعه كده تعالي اقولك المكونات وبعد كده هنسلم على بعض. ده 4 بيضات، وكان بطاطسايه واحده كبيره متقطعه حلقات صغننه، وطماطم وبصل وتوم. هعمل لك وجبه حلوه قوي قوي قوي، انت هتعمليها وهتريحك. احنا ابتدأنا الحر على فكره. انا جبت 4 معالق زيت ونزلت بيهم في بطاطس، بس ما كانتش مسلوقه، كانت متقطعه قطع صغيره زي الحجم اللي انت شايفاه، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح، وهفضل اقلب فيها كده علشان هي تاخد لون. حتى لو ما اخدتش لون معاكي مش مشكله، بس يعني هي كان تشويحه كده. تمام. احنا طبعا الايام دي عندنا امتحانات وعندنا مذاكره، مفيش حد فاضي ان هو يقف في مطبخ ويعمل وجبات ويعمل اكل كتير، فمعلش احنا الايام دي نعديها علشان نعرف نركز مع الولاد. وزي ما انتم شايفين الامتحانات والحاجات بتيجي صعبه، وبقت مناهج صعبه جدا على الولاد، فربنا يقدر الامهات ويقدر الطلبه على استيعاب اللي هما بياخدوه في المدارس. انتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير. انا ليا عتاب عندكم كبير قوي. انتوا ليه مش بتشتركوا عندي؟ وليه مش بتبعتوا فيديوهاتي لحبايبكم لامهاتكم لاخواتكم؟ بصوا، انا دلوقتي البطاطس بالنسبه لي كده دخلت في التسويه، فهركنها بقى على جنب. وهعمل ايه؟ جبت طاسه نزلت فيها بصلايه كبيره لحد ما دبلت معايا، وبعد كده نزلت عليها بالبطاطس اللي احنا عملنا لها تسويه سابقه بسيطه. وبعد كده هفضل اقلب فيها بالطريقه دي، وهنزل عليها بالطماطم. هي طماطميه كبيره قطعتها وسبتها، حتى انا صفيتها من الميه، مش هقولك شيلي بذرها ولا حاجه، لا، قطعيها وسيبيها لما تيجي تضيفيها على الاكل، صفيها من الميه اللي هي نزلت منها. انا هنا بوريكي ان انا حطيت ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه عشان اسوي كل الخضر ده مع بعضه. نرجع لمرجوعنا. اشتركي وشيري الفيديو، وخلي حبايبك واخواتك يشتركوا عندي، واكتبي لي كومنت حلو زيك علشان ايه؟ اعرف ان انتي بتتابعي فيديوهاتي. بعد ما خلصنا كل الحاجات دي، انا نزلت ايه؟ بالبسطرمه. طبعا بسطرمه يعني هنحط ملح قليل. تمام. طبعا انا في كل الحاجات دي كلها انا حطيت فلفل اسمر، لان انتوا عارفين ان انا من عشاق الفلفل الاسمر. مش عايزه تحطي بسطرمه في الاكل دي مفيش ادنى مشكله، بس انا لقيتهم عندي كده حيرانين في التلاجة، قلت احطهم. وكان عندي زيتون حلق حطيته. ممكن فكره الزيتون دي حطيها بعد البيض يعني عادي عشان تعملي وش بيتزا. تمام. الوجبه دي كانت وجبه حلوه قوي، وتقدري تكتري من عددها وتقدري تعمليها في طاسه اكبر، فهتبقى مفروده وهتكفي كذا فرد عندك من العيله. ما مش لازم بقى بطاطس، مع جبنه قريش بالطماطم، ويوم ويعدي. وربنا يقدركم كده على الامتحانات ويجعل اللي جاي سهل، ويبقى صيف سعيد عليكم ان شاء الله. انا حطيت هنا 4 بيضات، وكل بيضه كان عليها الفلفل الاسمر بتاعها. تمام. البيض دخل في التسويه على نار هاديه، هحط عليه الجبنه الموتزاريلا. الوجبه دي هتعجبكم، ما تنسيش تعملي لي اشتراك، والسلام عليكم.